بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هناخدكم معانا واحنا بنشوي سمك في الفرن البلدي. الفرن البلدي يا جماعة اللي هو فرن الحطب، اللي احنا بنولعه بالحطب. طبعا في ناس كتير ما جربتوش ولا تعرف طعمه بيبقى ايه ولا طعم الشوية بتاعته بتبقى ايه، بس عايزة اقول لكم ان الفرن الحطب ده يا جماعة بتبقى يعني نفس الحاجة فيه. سواء عملنا بدنجان، سواء شوينا سمك، خبزنا عيش، عملنا رز معمر، بيبقى له نفس حلو جدا غير الفرن الغاز او الافران التانية. احنا بنمسك السمك يا جماعة بنليه بالردة من ناحيتين الاتنين، وبتكوني مولعة الفرن بالحطب، ولازم تكوني مسخناه كويس من تحت ومن فوق عشان السمك ما يلزقش. لو الفرن بارد السمك بيلزق فيه. شايفين بقى النار ما شاء الله من تحت عاملة ازاي، والنار من فوق عاملة ازاي. نرص بقى السمك ونطول بالنا عليه. اجمل يوم بيبقى يوم الشويه ده، بنتلم مع بعض كده ونقعد عند الفرن ونولع بقى الفرن ونقعد نشوي السمك. اهو شايفينه ما شاء الله جميل وعامل ازاي. وبنتلم بقى يعني ناس كتير، مش مثلا واحده ولا اتنين كده. بتلاقينا بقى قاعدين ورا بعض كده، كل واحده قاعده بالسمك بتاعها. وممكن واحده كده متطوعه تقعد تشوي لكذا واحده ورا بعض، بدل ما دي تقوم ودي تقوم. فبتبقى في واحده شاطره كده تقعد بقى تشوي تلات اربع وحيد ورا بعض، وتقوم واحده تانية تقعد كده. بس للاسف يعني ما عدناش بنلجأ له كتير، الفرن الغاز خلانا بنكسل. بس ساعات بقى من غلو الغاز، لان الغاز برضو عاد غالي، بنضطر بقى ان احنا نروح نشوف في الفرن البلدي ده. مش عايزه اقول لكم ان السمك فيه بيبقى نفسه روعه. السمك كده بيبقى نفسه جميل، وبيبقى مستوي كده ومتحمر. شايفين ما شاء الله طلعناه اهو، بيطلع بقى بالدور كده. بنكون عاملين الدقه الجميله بتاعتنا بمكوناتها البسيطه اللي بتدي نفس كده وبتخلي السمك طعمه جميل. عباره عن ايه بقى الدقه؟ عباره عن توم وفلفل وليمون وكزبره خضراء وجزر مبشور وشويه خل والملح والكمون وبنحط عليهم ميه وبنقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بنبقى عاملين كميه كبيره عشان السمك بيبقى كتير. بنضرب بقى كله في الخلاط ونقطع الكزبره الاخر، بلاش نحط كزبره في الخلاط يا جماعه، الكزبره الخضراء. بنملح بقى السمك بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده. ونرصه بقى نرصه في مصفى عشان ينزل الميه بتاعته. ما زلنا يا جماعه ما شاء الله عندنا بنستخدم الفرن البلدي ده، لسه متحافظين على العادات والتقاليد بتاعتنا. بالذات بعد ما الغاز غلي لجأنا له تاني، كنا بعدنا عنه فتره كده ورجعنا لجأنا له تاني. خلاص خلصنا السمك الجميل بتاعنا اهو، مش عايزه اقول لكم على جماله. شويناه وملحناه كله. وكمان بنشوي بدنجان، شايفين ما شاء الله. وكمان بنشوي بقى بدنجان بحاله زي ما انتم شايفين كده، بتحطيه في الفرن وبعدين بتقشريه. وبنروح برضو نعمل له بقى دقه توم برضو ومعلقه طحينه ومعلقتين زيت وشويه خل وعصره ليمونه، ونهرسه بقى مع بعض اللي هو بابا غنوج ده، يا في الخلاط يا بتهرسيه بالشوكه. كان يوم جميل ويوم ممتع لما اتجمعنا وشوينا السمك مع بعض. مش عايزه اقول لكم على الجمال والحلاوه السمك. طبعا الناس لازم تغير كده شويه في التنوع في الاكل. فبنجيب سمك بقى عشان اولا الفراخ غاليه برضو شويه، ثانيا بقى ساعات بنمل برضو من اكل الفراخ، لا مش عارفه ايه، نغير كده ونعمل سمك. خلاص خدنا بقى السمك وروحنا نعمل بقى شويه سلطه حلوين كده معانا، طماطم وجزر وفلفل وخيار والكرنب البنفسجي او الكرنب اللي هو الكباتش ده، وخس برضو معانا اهو حته خس. نقطع بقى كل الكلام ده ونبشر الجزرايه، ونبشر برضو الكباتش ده. انا ببشرها برضو بمبشره اللي هي اللي بنقشر بها البطاطس. خلاص قطعنا كل حاجه، نعصر عليها ليمون اهو. السلطه بتاعتنا وشويه خل وشويه ملح طبعا. لو عايزه تحطي بهارات حطي على السلطه، في ناس بتحط بهارات على السلطه. شويه ملح كمان اهم، ونقلب بقى كويس. الملح ده حسب الرغبه، في ناس بتحبها دلعه وفي ناس بتحبها ملحها مظبوط. سلطه مغذيه وكويسه ولازم نعملها لاولادنا يا جماعه في الصيام عشان تعوضهم عن الميه، فمهمه جدا السلطه بالفيتامينات والحاجات الحلوه اللي فيها. خلاص صورت معاكم السمك الجميل بتاعنا اهو النهارده لما شويناه.
معلش احنا بنعمل، انا ببقى اعمل رز صياديه، بس انا عندي كده انسان عاق في البيت ما بياكلش رز البصل ابني، فلازم اعمل له رز بشعريه. بنضطر ناكل احنا مع رز بشعريه، لما يكون في ضيوف طبعا نعمل رز بصل بقى. خلاص شوينا السمك الجميل بتاعنا اهو ما شاء الله، وملحناه، وعملت السلطه الجميله المغذيه بالفيتامينات والمعادن بتاعتنا، والرز حبايه وحبايه، لان انا ما بناكلش رز بصل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا حبايبي، تكونوا استفدتوا منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.